بعد ما عملنا حلقة الفراخ هرمونات الفراخ جات لنا تعليقات حلوة قوي، بس أول مرة يجي لي التعليق اللي هيظهر قدامكم ده. التعليق ده بجد كان ضروري إن أنا أرد عليه، عشان الناس اللي بتاخد مثلا الكلام من الناس وبتنقله على إنه حقيقي، بس الكلام ده هنرد عليه بشكل علمي ومدروس، وممكن أسيب لكم المصادر تحت تبصوا عليها. اولا يا جماعه، زي ما قلنا ان هرمونات الفراخ مفيش حاجه اسمها هرمونات فراخ، لان الهرمونات نوعين، نوع بشري ونوع حيواني، زي ما اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت، ممكن ترجعوا تبصوا عليها. اولا يا جماعه، في ناس بتقول ان المربيين لا بيدوا حبوب منع الحمل للفراخ. طيب، واحده واحده بقى كده ونتكلم بالموضوع ده باستفاضه وبالتفصيل. اولا، تعمل اشتراك لو انت مش عامل اشتراك، وتفعل زر الجرس، وتعمل متابعه لو انت بتتابعنا على الفيسبوك. اول حاجه، حبوب منع الحمل بتنشط نوعين من الهرمونات، هرمون الاستروجين وهرمون تاني هجيب لكم اسمه برضو لان انا مش عارفه انطقه، هتلاقوه مكتوب دلوقتي قدامكم. الهرمونين دول بيساعدوا، مش تسمين، دول بيساعدوا الفراخ البياضه ان هي ترمي بيض اكتر وبشكل غزير. لكن مشكله الاستروجين هو من هرمونات الاسترويد او من الاسترويدات، والاسترويدات ما بتدوبش في الميه، فما في مش هينفع المربي ان هو يحط الحبوب لانها مش هتدوب في الميه. طب هل الحبوب دي ينفع تطحن؟ تطحن، بس محتاجه خلاطات قويه جدا عشان تحولها لبودره. تاني حاجه، الهرمون ده بيشتغل من 65 دقيقه ل 95 دقيقه في الجسم، والجسم هيطرده. طيب، هل ده ينفع؟ كان الكلام ده شغال في خمسينات القرن العشرين، وكانوا بيحقنوا الفراخ، بس المشكلة ان كانت تكلفتها عالية جدا، لان كل فرخة بتحتاج جرام من الاستروجين. طب لو ايه المشكلة بقى؟ اولا لقوا المشكلة ان هرمون الاستروجين بيحبس السوائل تحت الجلد ما بين الريش والجلد واللحم، فبيؤدي لضغط على عضلة القلب بتاعة الفراخ، فبيؤدي للنفوق. طبعا كلمة ان انت تقول لمزارع او مربي نفوق دجاجة واحدة، دي مصيبة بالنسبة له، لان كل فرخة بالنسبة له هي سعر، هي فلوس، فمش هينفع ان هو يضحي بالفلوس دي لمقابل ان هو بس يتخنها. فيعني كلمة ان احنا نقول ان هو لا بتاخد حبوب من الحمل، ما ينفعش، لان برضو الحبوب مش هتبقى ليها سايكل، يعني مش هتبقى ايه، الهرمون مش هيقعد في جسمها. ده غير كمان ان الفراخ جسمها بشكل طبيعي هيحاول ان هو يعدل الهرمون وهيطرده بره الجسم، عشان ده هرمون غريب عنه، فمش هينفع ان هو يبقى الهرمون محتفظ في جسم الفرخه لفتره طويله. تالت حاجه، ان الهرمون الاستروجين هيأثر على نمو الفراخ، لان هيعمل تقلص للعظام بتاعه الفرخه، فالفرخه مش هتبقى كبيره، مش هتكبر. من الاخر يعني الفراخ مش هتكبر، هي مجرد ان هي جسمها يعبي ميه. وطبعا زي ما قلنا هيبقى في خطر النفوق عليها هيبقى كبير جدا. في مزارعين ما عندهمش ضمير، بس في نفس الوقت استحاله ان هو هيخسر نفسه. الخساره في المشاريع دي بتبقى طاحنه، تخيلوا ان 5000 فرخه يموت منهم مثلا 2000، دي مصيبه. فما تسمعوش كلام الناس يا جماعه، مفيش فراخ بتاخد هرمونات. الفراخ اللي ممكن تاخدها بس الحاجه الوحيده اللي هي المضادات الحيويه، والمضاد الحيوي هو ده مشكلته ان هو ما بيموتش حتى مع الطهو. فنصيحه مني، يعني انا بوجه الرساله دي للمربين، بلاش تجري ورا المكسب السريع، اكل عيالك فلوس حلال، راعوا ربنا في الاكل اللي انتوا بتديله للناس عشان ربنا يبارك لكم. ودي كانت رساله مني ليهم، وربنا كده يجمعنا بيكم على خير. ما تنسوش الاشتراك، ما تنسوش تفعيل الجرس. اشوفكم دايما على خير، مع السلامه.